عسلامة، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحة. نشكركم برشا برشا على دعمكم ليا، ونشكر كل مشترك جديد في القناة. اليوم نهار عنا شتوي ما شاء الله، كل مطر تصب من الصباح. برسك نهار كامل وهي باقية تصب. حسيلو يعجبني الطقس هذا، يجيب لي راحة نفسية. ونحب كان نعمل قهوة ونقعد نتفرج عليها من الشباك كيفاش تصب. هذيك عندي بالدنيا الكل، هذه أقصى طموحاتي يعني. في الطقس كيف هكا أقصى طموحاتي إني ما نخرجش ونعمل حتى شيء، كان نقعد في الدار وهكا نقعد نرتب أفكاري. كان عندي ما نقرا يعني نجبد نقرا، نستغل نحب نركش في الدار ونقعد نقرا ولا نعمل حاجة يعني تنفعني وكل. لهنا خذيت أجندة متاعي، خططت شنو باش نعمل في نهاري. ومن البرنامج اللي باش نعمله اليوم إني نمشي نتسوق. كتبت شنو الحاجات اللي ناقصتني. الحق ما عنديش برشا حاجات، جست يعني شوية مواد تنظيف، حاجات خفيفة يعني. إن شاء الله نخليكم معايا تو تشوفوا بالضبط شنو اللي باش نشريه. ومن ضمن برنامجي لليوم باش نعمل معجون الرمان، وباش نصبر زادة منه كمية هكا. عندي ما شاء الله كمية كبيرة. وصراحةً يعني الطريقة هذه أنا ما عملتهاش قبل، أما عندي صديقتي سورية هي اللي عطتني الفكرة، وقالت لي جديتها كانت تعملها تبقى لها حتى للعام، والرمان لا يخمر وما يصير له حتى شيء. دونك كملوا شوفوا الفيديو للآخر كيفاش الطريقة. ولهنايا بعد ما وصلت بنتي للروضة تعديت فيسع فيسع باش نقضي قضية من الكاوفلاند. هي باينة ما شاء الله يعني، فما بلاي كبار بلايك أحمر. نشوفوا شنو التخفيضات بالضبط اللي موجودين. بصراحة يعني على الغلاء المعيشة اللي موجودة في ألمانيا تو، يعني الواحد ماذا بيه يمشي يشري حاجة في التخفيضات أحسن. يعني يلقى تخفيض يمشي يشري، إذا يقدر يشري كعبتين ثلاثة ويخبيهم أحسن من إنها يعني. خاصة لو كان حاجة تعرفوها إنها مثلا ما تفسدش وكل. دونك فرصة في التخفيضات ناخذ كمية باهية ونخبوها، ما ندروش يعني ونمشي ونقعد الدنيا تغلى أكثر وأكثر. في ظرف أسبوع تلقاها الحاجة تغلى بالدوبل. دونك الأوضاع لا تسر ياسر. ربي يفرجها إن شاء الله على الناس الكل يا ربي. هي أزمة تتعدى بقدرة الله. المفيد واحد يعني يوسع باله هكا. وهذا من القضيات اللي خديتهم. لقيت لينار في الانكيبوت. انا مازال عندي شويه اومو. دونك كيف لقيتها في الانكيبوت قلت فرصه نخبيه وماهوش باش يفسد وهني ربحه يعني حاجه. لقيت زاد هذيك منظف الاسطحه، زبده شابلور، يعني حاجات بسيطه. هذايا كايزا شمارسن، زاد يعني يعملوا بيه حلويات سمحه في هنا التراديسيونيل نتاعهم. خديت هذايا الموسلي بصراحه سومها غلا على الاخر يعني. المره هذه لقيتها في الانكيبوت قلت فرصه نشريه. وهذايا زاد الديسير يكون مجفف معسل هكا ويجي في جاتو. وخديت كعبتين غوتبيت اللي هو الفاريونت. يعجبني في سلطة وإلا نعمل عصير. أنا أكثر شيء نعمل عصير مع برتقين، تو وقت البرتقين، مع زنجبيل، يعني يقوي المناعة على الآخر. معروف يعني من غير لا غنى عنه. المنافع متاعها معروفة. خذيت الفرنيل يفوح الملابس، البريل ودقيق. البطاطس رجعتها لبلاصتها لهنا. بديت كل حاجة ماذا بيا فيسع يعني نقضي قضيتي طول نرجعها لبلاصتها باش ما تركمش عليا الخدمة. خديت زيت عجين صبلي جاهزة، فيها أشكال مختلفة ومعمولة بحشوات مختلفة. حسيلو بنينة على الآخر. أنا مجربتها قبل، المرة هذه لقيتها في السولد. اللي يتفرج على الفيديو اضربوا امشوا الكافلاند واشروا منها، راهي تجي مع قهوة مش نورمال. لهنايا خديتها بالحشوة المرسيبان
وفيها حشوة وكعبة أخرى بحشوة نواه كوكو. طلعنا 30 كعبة ما شاء الله، كمية باهية. وعلى فكرة اللي مش ديما متوفر العجينة هذه، ديما يقربوا في الفاينختن والفترة هذه يجيبوا منها ويطيحوا فيها في الانكيبوت، يظهر لي بأيرو 80، مش حاجة كبيرة يعني. لهنا حابة نوريكم معلومة على الملح، يمكن أنا ما كنتش نعرفها، يمكن النجم نفيد بها غيري. أنا قالي عليها طبيب صراحة، بحكم لهنا أكثر النساء ديما تمرض بالغدة، على خاطر فما نقص كمية اليود. فهم يجيبوا الملح تلقاها برشا أنواع، ما كنتش مفرقة الفرق بيناتهم، أما مكثرهم جايين من ألبنيود، ألبنزالز تلقاها مكتوبة، وفما مضافت لها الألبنزالز معها اليود، فما معها مثلا الفويل زويا، وإلا معها الفلوريد. دونك يعني يفضلوا لهنيا انهم يعطوا قبل ما يستعملوا الكومبريمي نتاع للغده نتاع اليود، دونك تكون نسبه منها في الملح حاجه طبيعيه احسن، فهمتوا؟ دونك من المستحسن انكم تستعملوا الملح اللي فيه اليود، خاطر مكثر النساء لهنا، انا بيدي مريضه بالغده، اكثر النساء اللي تجي خاصه من بلدان الشرق الاوسط البلدان اللي بحث البحر وكل، يجوا لهنا طول يعني تجيهم الغده، خاطر نقص الكمية متاع اليود. دونك معلومة سمحة إن شاء الله نجم نفيدكم بها. سامحوني طولت عليكم الفيديو، وأنا لهنا بديت صيي نفرس في الرمان، جتني كمية من الرمان ما شاء الله، يعني كاردونة ورمان. ربي يبارك اللي جابها لي، مانيش عارفة، ما حبيتش نذكر الاسم، اسكو يعني تقلقهم ولا لا. كيف ما شفتوا في الفيديو فما كعبات بدو يخمروا ديجا، صيبوا الماء متاعهم، لوحتهم ولهنا فرزت. كان حاجتي بكعبات اللي تكون فيهم مثلا العود هكا ولا البرعم خارج، مش عارفه شنو اسمه، الغصن حسيلو خارج فيه مازال، هذاك باش نصبرهم، خاطر باش نقدهم بالخيط ونعلقهم. هذيك هي طريقه التصبير كيف ما تشوفوا في الفيديو هذاك. طريقه التصبير اني بخيط نربط منا كعبه منا وكعبه منا، ومن بعد نعلقهم في بلاصة تكون كان يعني في الكوزينة، وإلا عندكم بتخزين وكل، يبقى حتى للعام ما يصير لحد شيء. المفيد يكون معلقين في هواء، يعني بلاصة تكون مش معناها تتعرض لها المطر ولا لا، تكون مسكرة وفي نفس الوقت مهوية. هذا هو الشرط معناها. أنا يعني نجربها نجرب الطريقة هذه. قلت لي حاجة أخرى زادة، إذا الكعبات الرمان ما فيهمش البرعم، يعني وين باش نربطوا الخيط، تنجموا تعملوا المابر اللي هي الإبرة اللي خشينة شوي، والخيط يكون هكا خشين، وتحاولوا تدخلوها ما بين في الأطرف بالكل، تربطوها هكا بالخيط، ونعلقوا يعني جست كعبة منا وكعبة منا، وكل خيط هذاك يتعلق نحطه في مخطاف ولا حاجة، المهم يكونوا معلقين، يبقى لاباس عليهم. نجربوا هالطريقة هذه ونستنى تعليقكم. لهنايا خديت زادا كمية الأخرى اللي بقت لي مش الكل، خديت منها، حبيت نجرب معجون، ما شاء الله جاني بنين على الآخر، والله أحلى حتى من المعجون متاع الشارع، ما نعرفوش عليه باش عاملينه. أول حاجة، ثاني حاجة، يعني أسكو لهنا فما برشا أنواع متاع معجون يقول لك راهو معمول بالجيلاتين، دونك حاجة نظيفة وحاجة نطيبها في دارنا، توكلي صغيرك حاجة نظيفة أحسن ألف مرة من إنك تمشي تشتري حاجات يعني من الشارع. بون كيف تلقوا فرصة كيف هكا، ووقت اللي يتيح الرمان يرخص وإلا تيح أي غلة وترخص، من المستحسن يعني فرصة أن نعملوه معجون وإحنا مرتاحين معنا بيدينا وإحنا مرتاحين. وهذه كمية اللي ناوية باش نصبرهم، يجوا محلاهم هكا معلقين بالطريقة هذه. أنا ناوية باش نهبطهم للكاف، مش باش نخليهم هكاكا إن شاء الله. وخذيت لهنايا كمية من كعبات هكا، حبيت نعملها معجون. نوريكم طريقة كيفاش تنجموا تفركوا بها الرمان بأسهل طريقة. تاخدوا كعبة الرمان تقصوها هكاكا كيف ما تشوفوا في الفيديو، ومن بعد أصل سبحان الله باش تجيب بين مقسومة. شوفوا كيفاش معناها نتبعوا أكل البارتيك الصفرة هذيك، من بعد سبحان الله كعبة الرمان تلقاها تتفرك وحدها، جست نضربه بالموس يهبط كل شيء وحده.
طريقة سهلة برشا. أنا قبل كنت نحب الرمان أما ما نشريش برشا على خاطر نقعد واحلة في تفريك الرمانة وكل شيء. لقيت الطريقة هذه سهلة، نجم نفرك كيلو 2 كيلو في أسرع وقت، وشوفوا محلاها سبحان الله يشهي منظرها أصلا. شوفوا الطريقة والله روعة. إن شاء الله يعني نحاول إني في كل فيديو نعطيكم هكا ديزا تعلمتهم وحسيتهم نفعوني في حياتي بقدرة ربي، مانيش باش نبخل عليكم بها، من ودكم كان بالحاجة الباهية. إن شاء الله يعني تكون في ميزان حسناتي، وإن شاء الله الفيديوهات هذوما يبقوا لي بصمة باهية في حياتي إن شاء الله. المفيد شوية تشجيع، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، تبارتاجوا لأصحابكم لو كان حسيتوا إنه الفيديو هذايا نفعكم في حاجة باهية، دونك بارتاجوا لأصحابكم. بعد ما كملت الرمانات الكل نقصت كمية منها باش نحطها في الثلاجة، وهذاك الاستعمال اليومي أكثر من أسبوع ما يصير له حد شيء. والباقي عملته المعجون، ضفت السكر حسب الرغبة وعصير نصف ليمونة أكاهو، غطيته وخليتها قرابة 24 ساعة. هو بيده يعني سيب الماء متاعه، وفي نفس الوقت أكل قلوب ترطه شوية. من بعد ما بالطياب ما يجيش المعجون هكا حتى كيف نخلوه بالقلب ما نصفوش، ما يأثرش وما يجيش كاسح. وانتم حسب الرغبة، فما شكون يحب يصفيه وكهو يبقى معجونة كيكة. أنا عملته بالطريقة هذه، بصراحة جاني بنين برشا، جاني أبن حتى من المعجون الجاهز، الله أعلم باش مطيبينه. غطيته وتفكرته كان من غدوة حي العشية فايت. رحيته بالبتر ولا كان عندكم ميكسور باش القلب يزيد يطرى معانا بالكدا بالكدا. في المرحلة هذه تنجموا إذا تحبوه معجون أكهو ما فيش لا قلوب لا حد شيء، تنجموا تصفوه. أنا حبيته كيف هكا يعني خاطر فيه منافع، القلوب هذيك فيها منافع للمعدة، ما حبش نستغنى عليها، أما في نفس الوقت خليته يطرى بالكدا بالكدا باش يجي معجون ماهوش كاسح، ما فيش ياكل قلوب اللي تقلق شويه. ومن بعد حطيت على نار هاديه، كل مره وين يعمل هيك الكشكوشه نحاول نحاها، وين يعمل كشكوشه نحاها، على خاطر هي اللي تخلي المعجون ما يصبرش برشا، وممتوم يعمل مروره زاده للمعجون. جات الاستوس هذه زاده محلاها. باش نجم نفرغ يعني الكشكوشه من غير ما نهز معايا كميه كبيره من المعجون. حطيت شقاله بحذايا متاع ماء، وبقيت كل مره نغطس المغرف. زاد ما استعملش مغرفة، استعملت مغرف، كل مرة نغطسك المغرف ونحطها في الماء ونزيد نعاود هكاك لين تنحت لي الكشكوشة بطريقة سهلة من غير ما نقصت من كمية المعجون. ومن بعد عملت عصرة من نصف الأخرى متاع الليمون. هي اختياري للي نكهة الحموضة مع المعجون، سينو تنجموا تستغنوا عليها المرحلة هذه. شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه كيفاش غماق وجاي شهي، هو من لونها بركة تشهي. بعد حسيتها صيخ خير قصيت عليه وخليته يبرد شويه. وممتون كنت معقمه دبوزه بالنار، ماذا بيكم تكون معقمه باش ينجم معناها يصبر اكثر زاده. ومن غدوه حي صباح افطرت، حبيت نصور لكم زاده كيفاش بعد ما برد وكيفاش يعني نفس المنظر ونفس يعني ينافس الجاهز، بالحق ينافس المعجون الجاهز. شوفوا محليه ومحلى منظره يشهي، والمطعم أحلى وأحلى. جربوه وتفكروني. نودكم ونشهيكم. إن شاء الله الفيديو عجبكم، إن شاء الله خفيف على قلوبكم. إلى اللقاء في فيديو قادم. المفيد شجعوني شجعوني شجعوني، راكم ما كمش عاملين معايا الواجب خلاص، راه عملوا لايكات وبرتاجوا لأصحابكم، ولي طبقت الوصفة. نفرح برشا كيف تبعتوا لي فيديوهات ولا تصوروا هكا نبرتاجيها معاكم في القناة. وخليكم على خير، باي باي.